مساء الخير. أهلا بيكم في أسهل طريقة مع ميمي. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة البانيه. كفتة رائعة وفي منتهى السهولة، مش هتاخد مننا وقت خالص. هنستخدمها في العزايم وهتبهرهم، وهتبهر ولادنا كمان لو اتحطيناها لهم في السندوتشات أو في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب اللحمة بتاعتنا، هنحط عليها بصلاية متوسطة مبشورة، حزمة بقدونس مقطعة، وكوباية بقسماط ناشف. هنعجن الكلام ده مع بعض. خلاص خلطنا اللحمة بتاعتنا مع المكونات اللي حطيناها. هنحط عليها بقى ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة 7 بهارات. نحط ده كله كده سوا ونلخبط كله مع بعضه. عجننا اللحمة بتاعتنا كويس جدا. هبتدي بقى اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. بعد لما شكلنا الكفتة كده قراص زي ما احنا شفنا، هنجيب بيضتين بقى وهنضربهم. هناخد الاقراص دي في البيض بالطريقة العادية خالص كده اهو، وعلى البقسماط. خلصنا الكمية بتاعتنا بالبيض والبقسماط، وبعد كده هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، تمسك نفسها كويس عشان ما تفكش في القلية. طلعنا الكفتة بتاعتنا من التلاجة وقليناها في زيت غزير وسخن، وطلعناها على ورق المطبخ. وده بقى شكلها حلوة جدا وطعمة جدا وفي منتهى الجمال، وهتعجبكم ان شاء الله. ان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان هستنى رأيكم في الحاجات اللي انا بعملها. ودي كانت طريقة عمل الكفتة البانيه بأسهل طريقة مع ميمي.